شو بيهمنا نحن اليهود هيك وهيك؟ نحن بنعرف ما وصلوا لاحتلال فلسطين إلا بعد تخطيطات دقيقة ودقيقة جدا. نعم. هذا شيء معروف. لكن ما هو الحل عندنا نحن؟ ما الذي يجب علينا نفعل؟ أن نتحرك ونتباكى ونهز كتاب وأنه بدنا نقاتل ونجاهد وبعدين ما بيطلع بإيدنا نجاهد. ليش؟ لا إيمان ولا إعداد. مانيش رايح أجاملك. أنت قلت في البداية إنه اترك البحث لذوي الاختصاص. إيه نعم. وأنا بدي أترك البحث لذوي الاختصاص. جزاك الله خير. إحنا كرعية بنسير خلف علمائنا. كويس. إذا في مثل هذا المأزق اللي إحنا عشنا فيه وجدنا إنه كبار علماء الأمة كل واحد لاحق كياسه، بدءا من رأس من يقال عليه الآن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز ابن باز، بماذا أفتى؟ أنا شو علمي مقارنة بعلم عبد العزيز ابن باز؟ شو علمي مقارنة بعلم فضيلة الشيخ الأزهر؟ عندما بوقفوا ويبيحوا أرض الإسلام للكفر. روحوا انتوا اجتمعوا باسطنبول بعد شهر او شهرين، وانا بحكي على الشريط، روحوا اجتمعوا بعد شهر او شهرين في منظمة العالم الاسلامي، وانتم العلماء، انتم اهل الاختصاص، اطلعوا ونحن نأثم اذا لم نلتزم. اذا انتم بين بعض ما انتوش متفقين. ارجعنا يا استاذ للغة العواطف. رجعنا لغة العواطف. يعني هلا انت عم تحط مسؤولية على العلماء 100%. ارجوك. والله لو الامر لايدي الا اجلدهم بالشوارع كلها. لانه لما بقعد انا بالجامع، انا مسكت الشيخ على الدكتور عزت العزيزي ومسكت على الفقير، قلت له يا رجل انت قاعد بتقول لي صادم يبيدهم في البيداء، وبكره ما صارش والله جلست في مكتبي للساعه 3 الصبح وانا احسب فيها. انا مهندس طيران، احسب فيها، تذكر محمد واحنا نحكي، احسب فيها كيف ممكن احنا لو اكلت مهمة الي انا، مهمة حساب الذخائر اللي بدي اركبها على الطائرات، شو ممكن اساوي؟ طلعت انه كلام فاضي ما فيش فايدة. رحت عليه، اتصلت معاه في بيته، قلت له انا جايك يا ابو اسامة. قال تفضل. رحنا، قلت له يا رجل ما بصير يكون عندك 5000 6000 مصلي توقف تقول صادم يبيدهم في البيداء، تجتمع ملة بني الاصفر ومش عارف مين على رجل من اشور حديث خرافي. الجمعة الثانية الصدق هذا الدكتور عزت، الجمعة اللي بعديها من درجة حرارة 100% غليان الى درجة 10 تحت الصفر تجمد. هاي الشيخ اللي بنبه عليه قلت له مش هيك، كنت نقلت من درجة الغليان لدرجة التجمد. يا فضيلة الشيخ انتم علماءنا، وعمر بن الخطاب لما قال اللهم هبني ايمانا كايمان العجائز مشان يتهرب من الحساب، مشان يصلي على الفطرة. هيك قال يعني؟ ايه هيك سمعنا، هيك قرينا، قرونا بالمدرسة طبعا من مشايخنا. اما انتم لما بتكونوا علماء الامة يا اخي روحوا اتفقوا بالاول انتم بين بعض، وتعالوا علينا يلي احنا اميين دينيا خلينا نلحقكم، افتونا. اما اذا انتم عجزانين عن الاتفاق لا ترجعوش تتهمونا عاطفيا. يعني ما شو لو اجيت اقول لك حط لي انت خطة، بدي اضل استنى تمنى تنولد 10 اجيال واربيهم، وبعد ما اربيهم امشي على خطتك هاي؟ لو ايش ما امشي على خطة صلاح الدين، جز رقاب وصلح الامة وخلص وجاهد اللي بدك تسويه. مسكين. سيدي مين اللي بده يجوز الرقاب؟ الان في ظرفنا الحالي هل نحن الجبان اي جبان؟ هذه بده يجوز الرقاب. الجبان ما بيعملش شيء. عم اسالك اللي لا. طيب الكافر قول لا. المؤمن نعم. انت انكرته هذيك الساعه. كيف انكرت؟ زيد. لذلك اترك لغه العواطف، اترك لي يا استاذ. لغة العواطف لا بتقدم ولا بتأخر أبدا. أنا بدي معك إذا كم من جلسة مشان أقدر نفهم لغة بعض. في lack of communication، في نقص في التعبير عندي، بقول بتهم نفسي نقص بالتعبير، مش قادر أخلي نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا نحن متفقين على الهدف ومتفقين على يا ابني اجلس الله يهديك. اجلس الله يهديك. أبو يجلس. والله يا شيخ شيء بحز في النفس لما تيجي تطلع. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أنا هل تلوت على مسامعك الحديث
وآسف جدا جدا أنه أقول لك أنت ما اتفقت معي على الحديث. رجعت مثل ما قال المثل، رجعت حليمة لعادتها قديمة، رجعت العواصف الجامحة التي لا يمكن أن تثور الدولة بحق على دولة كافرة مستغلة. الرسول وصف لك الداء ووصف لك الدواء، يا رجل خليك انت مع الدواء، ترك له اللغة هذه ما بفيدك لا انت ولا غيرك. هلا قديش عم تثور انت وقديش يمكن بيثوروا معك ناس، مثل لما بيخطب صاحبك الشيخ علي الفقير بتلاقي المسجد كله ثار. ايمان نسبته لعمر الخطاب كايمان العجائز. عمر الخطاب ايمانه كايمان العجائز؟ سامحك الله، هذا هو العلم اللي انتم عم تتلقوه. يصلح لي يا شيخ، وما قالش عمر بن الخطاب اللهم هب لنا ايمانا كايمان العجائز؟ لا ما قال. شوف عمر بن الخطاب بهالمناسبة بارك الله فيك، أنت هذيك الساعة ولا تزال يبدو أنك تدندن حول الساعة، حول الأولويات. الأولويات اليوم وانت مبين انك جندي وطيار متحمس، بدي اسألك سؤال اتعلمه منك. لما بتكون المعركة قائمة بين المسلمين والكفار، المسلمين ليلا نهارا بدهم يتموا عايشين، ولا في هيك ساعات راحة ساعات استجمام؟ شو رأيك؟ في المعركة يعني؟ في المعركة انت بتعرف المعركة ما رح تدوم ليلا نهارا ليلا نهارا ليلا نهارا، لا اكل ولا شرب ولا شفتات شي بحارب وشي بنام وشي باكل وشي طيب هذا هو هذا هو. ففي شيء يعني من الراحة ولا لا؟ طيب طبعا في وقت الراحة، في وقت الراحة في أولويات. فكر جيدا، ها وقت الراحة فكر جيدا وأنا لك ناصح ومذكر. إذا اللي نعسان بده يفوت نعسان بيروح ينام، وأنا شايف العديد من طلابك حواليك بتهامسوا، أنت بارك الله فيك إنه هم معتادين على هجماتك الصاروخية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيخنا من الاصطلاحات الصاروخية. الصاروخية نعم. الطيران يعني. نعم. يعني برجع بقول هذه ما بيجي معك تعال معه، انت مالك رضيان تمشي معي. عمر الخطاب تعرف لما جرح ماسكينه محمول الى بيته وهو جريح والدماء تسيل منه، يقع بصره على انسان ثوبه طويل، بيقول له يا غلام أقصر من ثوبك فإنه أتقى وأنقى. هي أولوية، هي هو راح يموت. اللي لا شوف حسب علمك وفقهك هي أولوية. علم ولا فقه؟ أنا عندي صواريخ بحسب لك تجارة وبحسب لك الغرض. بارك الله فيك. الغرض بيقولوا عنا بالشام كل ساعة لها ملائكة. صح؟ نعم. كل ساعة لها ملائكة. الآن بيطلع بينا لنهجم على اليهود بهاللحظة هاي. لا. طيب شو نساوي؟ بهاللحظة شو نساوي؟ بس الأخطاء من زمان سيدنا الشيخ. نعم. مامون أبو زيد بن الشيخ. زمان. عارف بس هلا عم نحكي نحن بهالجلسة هاي. كيف بدنا نتركها وعمال الهجوم علينا من كل جهة، على وطننا، على ديننا، على أطفالنا، على قوتنا، رافعين ايدينا مسلمين. شو متفق انت والاستاذ معنا الزهير؟ لا متفقين. شو جار خير ونعمة جار، متفقين. ايش متفقين يا شيخ؟ لو من شو بتريد نساوي يا استاذ؟ اهجم لشوف هجوم على اليهود ما اللي هجموا. وجهناكم ما قبلتوا، وجهكم نبيكم مالكم رضيانين. انا بدي اوجهكم
أنا شافت ألباني جيت اعتديت على أرضكم هنا، لكن نبيكم عم يقلكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر. شو بدكم توجيه أكثر من هيك؟ الراعي برضه بيطلع هو رجال العلم ورجال الدين من سيد العلماء رسول الله عم يقلكم إذا سويتوا هيك وهيك وهيك سلط الله عليكم ذلا. هذا وقع. شو العلاج؟ ترجعوا إلى دينكم. ما بترجعوا لدينكم. في ربا، في ربا، في فحش، في فسق، في وجور، في زنا، في بارات، في إلى آخره. بدكم تقاتلوا اليهود؟ أن تقاتلوا اليهود. والله كل واحد شو بدك بقى توجيه أكثر من هيك؟ ارجعوا إلى دينكم. والله في الوقت إن تنصروا الله ينصركم. إنه يستشهد ويجاهد. أي واحد مستعد يقدم روح وكل ما عنده مشان، لأنه وصل لمرحلة الخطر. اصلا ما في امان على حاله وعلى الشيء اللي عنده حتى. الله المستعان. اللي بده يوصل له الشيخ انه الله المستعان. لن يغير الله قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت بتضم صوتك لصاحب الأستاذ هنا. حماس غير مدعم بعلم ولا مدعم بعقل ولا مدعم بعمل ولا مؤاخذة، لأنه النفاق لا يجوز في الإسلام. أنت بتقول كل الناس مستعدين، هذول الفساق الفجار هذول يمكن يخلفوا حجر عثرة في طريقك. أنت لو كان عندك استعداد فعلا أن تقاتل، مع مين عم نحكي هذيك الساعة وأنت موجود؟ القائد لازم يوجهني. وين الكبير؟ الكبير على رأسك حاكمك. وين الكبير؟ أنت في نفسك الآن أنت وأنت وأنت وإلى آخره ماشيين في حدود الشرع. الأمير الكبير ما بيقول لك لا تصلي، ما بيقول لك لا تحافظ على الصلاة في أوقاتها، ما بيقول لك طالع مرتك متبرجة كالأوروبيات أو الفرنجيات والى آخره. مع ذلك الشعب كله الآن إلا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعة. وين عم تحكوا؟ أنتم عايشين في أحلام. تريدون النصر؟ النصر مشروط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ما بتنصروا الله، الله ما بينصركم. هذه حقيقة. لكنكم قوم تتجاهلون الحقائق. بتقول أنت هلا وما أدري شو بتقول. الشعب مستعد أنه يفدي روحه وأمواله كلها. كلام فاضي هذا. أنا شعب. أنا بسألك الآن، أكثر الشعب صالح ولا طالح؟ الشعب اللي عم تثني عليه أنت صالح ولا طالح؟ مش في شيء عاطل. مش شايف ما بيجاوب. صالح ولا طالح؟ فيه. هل كلمة في أنا ما بعرفها؟ كلمة في أنا ما بعرفها؟ في أنا عم أسألك سؤال محدد، أنت وهو إلى آخره، ما في أجوبة. ليش؟ لأنكم ما بدكم تعالجوا أنفسكم بالراشدة النبوية. مكانك راوح، خليك لأرضك على النظام. شو المطلوب؟ احنا بنحكي وجهة شو المطلوب؟ لو سمحت تحط لنا خطوات. كويس. الآن عرفت طريق فلزم. المطلوب أن تتعلموا وأن تعملوا. شلوني أخطأت معك الجواب؟ أن تتعلموا وأن تعملوا. قلت لي روح حرر الضبط. نعم. أنت بطريقتك قلت لي روح حرر فلسطين. ما فهمت. أنت قاعد بتقول لي روح حرر. أما واحدة. شو ما فهمت؟ روح قاتل فلسطين. يعني أنت بتقول لي اعمل، تعلم واعمل. ايوه. إيه. تعلم واعمل. نعم. هذا سلام. لك اعتراض في على الكلام؟ لا، هو هذا الأصل. بده أسرع شيء. يعني أنت هاي سلافتك ولا طويل كثير، يعني أكثر ما أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله أكبر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، خلينا نسمع منه. شو الطريق القصير؟ نحن ما عنا غير الطريق الطويل. أعطونا نشوف الطريق القصير. شوف تسولف لك. وانا راح بقوم عني قوم مش هاي السواليف كلها مش داخل مخي. خليني اسولف لك شيخ. لو من راحوا جلسوا بمفاوضات كام ديفيد. ما بدي اخي الكلام هذا، ما بدي كلام السياسي هذا. مش سياسي. ما بيحل ولا بيربط. لا بدي اورجيك كيف اليهودي بيطبق. وين انا واين انا من التطبيق. لك يا حبيبي انا قلت لك هدول ما وصلوا هون الا اشتغلوا ليلا نهارا. نحن الان شو بدنا نسوي ومن اين نبدا؟ الله يهديكم يا جماعه.
من أين نبدأ؟ من الجهل ولا العلم؟ أنا بتقول العلم طبعا. من الكفر ولا من الإيمان؟ بتقول هلا من الإيمان، وقلتها سابقا. طيب إذا امشوا يا جماعة، علم وإيمان، والإيمان دائما مقرون بالعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هلا أنا بقول لك بكل صراحة، أنت وهذا قرايبنا لعابديني، أنا عم أنصحكم، أنتم ما عم تنصحوني. شايف الفرق؟ أنا عم أنصحكم، أنتم ما عم تنصحوني. عم أنصحكم، ما عم تقبلوا نصيحتي، ما عم تنصحوني لأقبل نصيحتكم. عم تقول هذا درب طويل، وأنا والله بشهد وقع لك على بياض، درب طويل، وهذا درب الإيمان والإسلام. طيب دلونا على الدرب القصير. ما بتدلونا، شو نسوي بقى معكم؟ والله سلافتكم أنا ما هي مضبوط، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة من منتهى الجهل الكامل أيوة إلى السيادة الكاملة. أيوة. أنتم بدكم 23 قرن على طريقتكم. أحسن. وأنت منا ولا خارج عنا؟ أنا معكم. صلاح الدين، أنت ذكرت قبل قليل قصة صلاح الدين. صلاح الدين يعني جاء بمكنة تفريخ ولا بعد أكثر من 100 عام، بل بعض الروايات تقول 200 عام حتى وجد صلاح الدين في بيئة إسلامية. 200 عام والقدس في أيدي الصليبيين. لا بس أنا بدي هالجواب هذا يا جماعة. تفضل يا شيخ. خلوكم معي، خلي يدلونا على الطريق القصير. أيوة. الطريق القصير ما هو؟ طريقنا طويل، صحيح مليون مرة. ما هو الطريق القصير اللي بيوصلنا إلى الهدف المنشود ومتفق عليه الجميع أنه منشود؟ ما هو هذا الطريق القصير؟ بدون إيمان مثلي لا، بدون علم مثلي لا. إذن بدون إيمان وبدون علم كيف ما عم أسألك، أنت بتقول لا. إذن هذا الطريق الطويل يحتاج إلى إيمان وعمل، فالطريق القصير إلى ماذا يحتاج؟ إيمان وعمل. ما هو؟ يلا يا جماعة قوموا، بيقولوا أنا بالشام طلعت إيدها. شيخنا هو بده يفكر يعني، الله يجزيه الخير. لا نحن ما بده يجاوبك مستعجل، منخاف انه يطول في الجواب، منخاف نضايقه. احكي لفضيلة الشيخ، والله اول شيء الساعة المباركة اللي الله يبارك. بارك الله فيك. ولقاكم. وانا بدي اشكره برضو على رحابة صدرك تحملنا. الاشي اللي بيحكي الانسان بيحكي بهذه الطريقة يا شيخ. قالوا للمسمار مالك لو ايش هيك قاعدة بتطلع من الحيط؟ قال اسأل الشاكوش. لا هي مو صحيحة. لا نحن نحكي لك يا عربي. طالب لي بيت بس الشامي جامل الشام. اسمع الشيخ كيف بظبطها. لا بنحكيها باللغة العربية. قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني. انا هاي اجيدها اميت ان شاء الله ما صرت بسنك وبحلمك. شيخ لما يعني تجي وتنظر شوية، يعني اذكر صار موقف مرة اخبرونا انه في طيران معادي بالجو. في مثل هاي الحالة بيعطوا الامر انه يقلعوا طيارتين او 3 او اللي هو. فالطيار من حماسه ركض على الطيارة، لازم الفني يشغل له الطيارة، وبعد ما يشغل له الطيارة والطيارة المحرك تبعها يوصل عدد الدورات عنده عدد معين، بيعطي اشارة للفني انه فلت الكمبرسر من تحت. بفلت الكمبرسر بيطلع الطيار من حماسه ما استنى. هذا هو ظلوا نافذ تمام، ظلوا طالع. لو طلع الفني شاف الطيارة جاي عليه نام على الارض. طلعت الطيارة لو من اجينا ولا قطعة الكمبرسر طالعة مع الطيارة. طيب الطيارة صارت في الجو القطعة معاها، وهذا اذا نزلت وضربت في المدرج كل الطيارات بالجو بيقدر نشي يهدد. شو الحل؟ قلنا هدوا الطيارات بالجو بالاول، خلوا الكل ينزل وبعدين هي بتنزل. يسلم التم جبتها. الشباب